عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وبصحة وسعادة. الفيديو بتاعي النهاردة بقى فيديو من الفيديوهات المحببة لقلوبكم والمحببة لقلبي انا كمان، الفيديوهات اللي هي بتاعت المشتريات. بصوا، هو يعني دي تقريبا اكبر مشتريات انا هوريها لكم في فيديو واحد. انا ناوية ان انا اوريكم كل دول انتوا شايفينهم اهو، غير بقى الحاجات اللي جوه. بس لو حسيت ان الفيديو طول مني ممكن اعمله على بارت 2. اوكي، يلا بينا بقى علشان نبدا. بس طبعا زي ما متعودين ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا بقى نبدا باول حاجه. بصوا زي ما هيطلع يعني الحاجه كده هنختاروها عشوائي. انا هبدأ بالكبير. ماشي، يلا. تقيلة قوي اهي، يلا هاتيها هنا على رجلي ويلا اختاري بقى. يلا بسم الله. اول حاجة طلعت دي فرشة المساج، دي سيليكون. عايزه اقول لكم ان انا عندي واحده في التويلت وجبت واحده كمان عشان دي تبقى بره. بحب ان انا كتير كده بالليل اعمل مساج. عايزه اقول لكم طبعا كلنا عارفين فوائد المساج للشعر، هي بتوريكم بيتعمل ازاي. دي مش غاليه خالص، اداه مهمه جدا رغم انها رخيصه جدا. دي عامله 30 جنيه بس. عايزه اقول لكم ان دي بتبقى تحفه 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 للشعر. بتنشط الدورة الدموية، بتساعد على انها بتحفز النمو بتاع الشعر. مفيدة جدا جدا، بحب جدا اعملها. سواء على دي انا جايباها عشان اعمل على الناشف، وفي واحدة تانية اللي هي لما بكون عاملة حمام زيت بحب ان انا اعمل مساج قبل ما احط حمام الزيت على شعري. نيجي بقى للي بعد كده، دوركو. عايزه اقول لكم الشيفنج بتاعت دوركو دي، دوركو تينكل. عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا، سهله، بتتفتح معاكي بمنتهى السهوله. بتعملي بيها حاميه، يعني حاميه اللي هو سريعه ان انت هتعملي بسرعه وفي نفس الوقت مش بتعور. طبعا احنا ما ينفعش ان احنا نستخدموها على النشف عشان ما تعوركيش، بس عايزه اقول لكم ان هي من اجمل الشفرات بتاعه الوجه اللي انتم ممكن تستخدموها، ومش غاليه خالص. عامله 80 جنيه وفيها 3، فحلوه جدا، هتقعد معاكي فتره طويله. اللي بعد كده اللي هو كولاجرا بتاع القدم، دوت فيه لاكتيك اسيد وفيه فيتامين اي. الحجم بتاعه كويس، مش وحش، لان هو سعره عامل 75. انتوا ممكن تلاقوه مثلا في اماكن تانية ب 80، يعني مش هتفرق، هتبقى فرق مثلا بسيط 10 جنيه ولا حاجه. زي ما قلت لكم في تي تري اويل وفي جليسرين، ويعني المكونات بتاعته حلوه قوي. فيه كمان فيتامين سي. القوام بتاعه خفيف، البشره بتمتصه بسرعه. انا يعني ما جربتهوش لسه كتير ان انا اقول لكم عليه. انا كنت جربت قبل كده، يعني وكنت فاتحه واحد قبل كده وجت اختي وخدته، فلسه بصراحه ما جربتش كتير. شميني، انا حاسه ان ريحته حلوه. واو، ريحته تحفه. ريحته يعني حلوه، مش فالمهم ان انا لما اجربه بقى كتير هقول لكم، او اخلص نصه مثلا بطلع اقول لكم على ريفيو عنه. وفي كمان اليوريا 10%، ودي من الحاجات المهمه جدا. بس عايزه اقول لكم على حاجه بقى. بصوا بقى عشان قبل مثلا ما تشتروا، انا لو انت قدمك شديده الجفاف يبقى انت لازم تستخدمي اللي هو 20% يوريا. كريمات يكون فيها 20% يوريا. لكن لو رجلك عاديه اللي هو بس بتبقى جاف حاجه بسيطه بتبقى محتاجه ترطيب يومي، هتستخدمي اللي هو حاجه يكون فيها يوريا 10%. لكن في بيبقى يوريا 30%، دي اللي هي التشققات اللي هي جامده جدا. بس دي امتى بقى؟ دي مش بتبقى للاستخدام اليومي كمان. معلش بقى الاسلاك اللي نازله ديت اللي هو البلاي ستيشن بتاع اخوها والشاشه وحاجات كتيره كده. بصوا دي اللزقه بقى اللي هي بتاعه الاسنان، بتاعه تبييض الاسنان. اللزقه دي كويسه بس انا مش بستخدمها على طول على الفاضي وعلى المليان. دي بستخدمها لما يكون عندي مناسبه وحاسه ان انا عايزه ابيض اسناني اكتر، فدي بتبقى كويسه قوي. دي عامله، بصي انت ممكن تشتريها من الصيدليه الواحده ب15، لكن انا اشتريت الباكيت كله، ده عامل 150.
بدل ما كل مره اشتري، ساعات مثلا ببقى عايزه والاقيها مش موجوده في ساعتها. فدي حلوه جدا. طبعا هي ده مش علاج، ده هو مجرد ان هو بيبيض الاسنان وقتي بس. ده في كارت. ده بيقولك بقى بعد مثلا اللزقه الاولى والثانيه شكل ال الاسنان بيبقى عامل ازاي من الاصفرار. بصوا الدرجه مثلا من الغامقه دي بيوصل للفاتح ده خالص. نيجي بقى للي بعد كده اللي هو دراكون. ده انا فتحته لان انا خدت واحده. عايزه اقول لكم ان من احلى المزيلات العرق اللي انا بحبها جدا اللي هو دراكون. تحسي منه بتفتيح، مش اول مره استخدمه. انا كنت عامله لكم السنه اللي فاتت ريفيو عن تقريبا 17 او 19 مزيل عرق. ممكن تروحوا تشوفوه ان شاء الله. برضو السنه دي هعمل لكم واحد. ده من الحاجات اللي انا بحبها جدا جدا جدا. ده عامل 265. بيبقى واحد وعليه واحد. اولا ريحته حلوه جدا وريحته بتقعد معاكي فتره، لان في مزيلات عرق بيبقى ليها ريحه ومجرد ما ريحه العرق تطلع بتعمل كومبو وحش جدا. لكن ده حلو، حمايته حلوه جدا. زي ما بقول لكم بحس ان هو مفيهوش ولا غلطه بصراحه. بحبه جدا، وبالذات اللي هو بالبينك بابل، وفي كمان اللي هو اللبني. الاتنين دول احلى حاجه انت ممكن تجيبيها. ممكن مثلا لو انت شايفه ان الاثنين غاليين عليكي، ممكن انت واختك او انت وصاحبتك تتفقوا وتجيبوهم، وانت تاخدي واحده وهي واحده. اللي بعد كده في الباتشات دي اللي هي اللزقات اللي هي بتاعه الرؤوس السوداء دي. انا كنت جبت 2، هي بيبقى فيها 3، انت ممكن تشتري بالواحده. انا استخدمت واحده ودي واحده فاضله فيها. عايزه اقول لكم هي الواحده هتقف عليكي تقريبا ب25 او ب30، مش متذكره قوي. بس حلوه. انت بتجيبيها وبتغسلي اللي هو حوالين انفك كويس، يعني المكان يكون نظيف، وتجففيه برضو تنشفيه كده بمنديل ولا حاجه. وبعدين تحطي اللزقه ديت على المناخير وتصبري بقى من 15 ل 20 دقيقه. وبعدين تشيليها بالراحه، ما تشيلهاش بعنف. بجد بتفرق بتفرق بتفرق. يعني لما تكوني بقى عايزه تعملي ماسكات وعايزه تظبطي بشرتك تقدري تستخدميها. من الحاجات الحلوه جدا. من الحاجات اللي انا الف وارجع لها تاني اللي هو الكوتون بتاع الوايت اللي هو وايت. دي انا بحبها جدا. فيها 80، وانا بالنسبه لي بتقعد معايا فتره طويله لان انا مش بحط مكياج كتير. قليل خالص ونادرا كمان ما بحطه، مش بخرج بيه. فحلوه جدا، مش بتفرول. يعني في اللي كانت قبلها مش فاكره كانت ايه، بس انا شايله لكم الكيسه بتاعتها علشان اعمل لكم ريفيو عنها. من اسوأ الحاجات اللي انا جبتها، بتفرول بشكل غير عادي، مش حلوه خالص. دي من الحاجات الحلوه جدا. وفي واحده كوريه شايله كيستها وعماله ادور عليها مش لاقيه زيها ابدا. كانت فيها 180، كانت كميتها كبيره قوي وكانت مستطيله كده، حلوه قوي قوي قوي. دي كمان زي ما بقول لكم بتمسح المكياج بشكل حلو قوي وجميله بصراحه. بلف وبرجع لها. اللي بعد كده بقى جبت السيرم بتاع مويست وان بتاع السنتيلا. ده اول مره استخدمه، ما جربتهوش قبل كده. ده عامل، استنوا عشان انا الرصيد معايا اهو. فين دي عشان ده ناسيه بكام. 210. وفي اماكن ممكن هتلاقوها ب 220. يعني هو هتلاقوه من 210 ل 240، مش هيقل عن كده ومش هيزيد عن كده. السنتيلا دي يعني السنتيلا غير بس بفتح لها، غير كريمات السيكا. كريمات السيكا ما ينفعش تستخدميها يوميا. السيكا دي اللي هي بتبقى لترميم حاجز البشره، لكن السنتيلا دي تقدري تستخدميها كل يوم. وخاصه لو مثلا انتي بتخرجي كتير وراجعه بقى من الشمس، فدي بتبقى مرطبه حلوه جدا تستخدميها بعد ما تكون بشرتك اتعرضت للحراره. ده برضو انا هستخدمه اول مره استخدم سنتيلا منهم. لسه مش عارفه اقول لكم رايي فيه ايه. هستخدمه واقول لكم عليه. يقفليه كويس يعني. نيجي بقى بعد كده للنوفيرا بتاع الجلايكوليك اسيد. ده طبعا معروف ان هو تقشير، برضو كان معمول عليه ضجه كده، بس انا لسه برضو ما جربتوش لان انا كان عندي حاجه تانية ما كانتش لسه خلصت. ده سعره عامل برضو، استنوا عشان ايه. فين 355. بس الكمية بتاعته اهي.
ده طبعا احنا بنستخدموه على بشرة برضو نظيفة، وبتكون بشرة جافة، وبنحطوه بقى على القطن يا اما بايدك وبتوزعيه على بشرتك. مكتوب ان هو بيستخدم مرة واحدة يوميا في المساء، بس خلي بالكم الحاجات اللي فيها مقشرات بتستخدم ليها طريقة استخدام معينة، ممكن ابقى اعمل لكم فيديو شورت عنها. نيجي بقى للي بعد كده. اللي بعد كده بقى دي اللي هي بتتلبس في الايد وفي الراس كده في اولها، علشان وانتي بتعملي سكين كير بتغسلي وشك بالغسول، بتشيلي المكياج الحاجات دي. لو انتي لابسه حاجه مثلا بكم او شعرك مش عايزه تبليه الجزء اللي قدام، بتقدري تستخدميهم علشان ما يتبلوش او ما يتبهدلوش، فدول حلوين قوي. دول كانوا عاملين 140. الشيت ماسك بقى بتاع ايفا، انا بحب جدا الشيتات الماسك يا جماعه، وجربتها تقريبا كل شيت ماسك موجوده في السوق انا جربتها. هعمل لكم ان شاء الله برضو ريفيو قريب عن كل الشيت ماسك اللي انا استخدمتها. في منها اللي اخد ضجه على الفاضي، وفي منها اللي فعلا فعلا حقيقي يستاهل بصراحه كل جنيه يدفع فيه. ده عامل 130. ده كان عامل 130 ولا كام الشيت ماسك؟ فين 118. عامل 118. ده عامل 118. ده اللي هو بالفحم. الشتات دي بصوا انا بسميها بجد اللي هي الماسكات اللي هي بتنقذ. يعني الاول كنت بحس ان هي يعني ملهاش لازمه، ما كنتش مقتنعه بيها قوي، لكن لما بدات استخدمها لا بجد حبيتها قوي. نيجي بقى اللي بعد كده أليس بقى مطلعه شويه حاجات حلوه. ده اللي هو البنيك كان بتاعهم، وفي منها أليس حاجات كتير قوي، فانا اول مره هجرب بصراحه البني ستان منهم. بس هو مبدئيا كده شكله كويس، والخامه بتاعته اهي يعني كويسه. ده كان عامل 85. مش هيضايق الودان لان في حاجه بتضايق الودان. كان عندي واحد الاستيك بتاعه ضيق قوي. بعد كده السان سكرين اللوشن بتاع اسكنوفا، ده برضو طالع عليه ضجه. انا اول مره هستخدمه، ما استخدمتهوش قبل كده، اول مره هستخدمه، هبقى اقول لكم رايي فيه ايه. ده عامل 265. لا 280. فين تمام 280. اي سان سكرين مصريه يا جماعه لازم تتجدد، ده بالكتير قوي ماكسيموم كل ساعتين. يعني انت لو انت قاعده في الشمس جامده قوي، يبقى انت لازم تستخدميه تجدديه كل نص ساعه او كل ساعه يا ريت. لكن يعني مثلا لو الحراره او الشمس خلاص بتروح او كده تمام، ممكن يقعد معاكي اسبوعين. لكن زي ما بقول لكم المصري لازم يتجدد كل ساعه كل نص ساعه. اللي بعد كده اللي هو الكريم بتاع ليفز، ودوت بقى اخد ضجه فظيعه. انا جبته جايبه 2. انا كنت بدور لكم على التاني عشان اوريه لكم، بس مش فاكره حقيقي هو راح فين او انا اديته لحد مش عارفه، بس هو موجود عندي يعني. انا جبت منه 2 تحفه. ده عايز ريفيو لوحده كده، في فيديو لوحده كده على جنب. مرطب حلو جدا يا جماعه، بجد بجد المكونات بتاعته حلوه قوي. زي ما قلت لكم هعمل لكم ان شاء الله ريفيو قريب قوي عنه، يكون ريفيو شورت. فين هو ده عامل كام؟ فين بس عشان في حاجه انا ناسي سعرها. كل ده اللي انا شايفاه ولا رينا شايفاه؟ لا اهو كريم ليفز 140. اللي بعد كده بقى بصراحه انا بحب السكراب كلها بتاعت ستاركي. يعني جربت حاجات كتيره جدا منها، كلهم حلوين بصراحه. جبت بقى منها كعب الغزال. ده انا اول مره هستخدمه، اللي هو كعب الغزال ده مكتوب عليه كعب الغزال، اللي هو بيبقى لونه احمر. ده جيلي. ده انا بعمل خلطه كده فظيعه قبل ما تخلص لازم اكون عاملاها، يعني مجهزاها، بتخلي الرجل ورديه وفي نفس الوقت بترطبها. يعني احنا مش عايزينها حمرا بس، احنا عايزين كمان علاج، يعني عايزينها تكون مترطبه ما تكونش جافه.
اللي بعد كده بصوا بقى يا جماعه، المسك دوت اللي هو بتاع عبد الصمد القرشي، يعني ده انا عاشقه للمسك بتاع عبد جماعة ريحته الصمد باينة. القرشي. بس ياسين بيضحك وبيقول لي الكشري القرشي ده انا بجيبه اساسي لاني بعمل بيه وصفات للصيف ملهاش حل، ملهاش حل. اتحداكي لو انت عملتي وصفه من الوصفات بتاعتي وما تكونش ناجحه معاكي، وخاصه اللي انا بعملهم علشان التعرق في الصيف. فالصيف عندي يعني المسك بتاع عبد الصمد القرشي اساسي. اللي بعد كده بقى في الماسك بتاع التين اللي هو من افوفا، ده من الحاجات الكويسه جدا وبديل الحاجات المستورده. ده عامل 180، حلو قوي قوي اهو، مش اول مره استخدمه على فكره. طب 180. اهو ده شكله حلو قوي. اللي بعد كده انت بدأتي في الشنطه الصغيره؟ طيب كويس. اللي بعد كده بقى اللي هو في الديرما دي اللي هي الديرما بتاعت الديرما رول بتاعت البشره. انا بحبهم جدا لانهم بيعملوا تجديد كده للبشره، بتحسي كده ان في حيويه في بشرتك، بتدي نضاره، بتدي يعني توريد للبشره بشكل غير عادي، بتساعد في تنظيم حاجز البشره. انا بحبها جدا 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 الديرما رول. انا كنت جربتها للشعر وكمان للوش، فظيعه. بس خلي بالكم دي نص، والمفروض كمان انت ممكن لو انت لسه بادئه تستخدمي اللي هو السن بتاعها يكون اقل من كده. دي كانت عامله كام؟ كانت عامله الديرما فين درمارول ب 120. هتلاقيها من 120 ل 140. الزيت دوت بقى اللي انا بحبه جدا اللي هو زيت دابر امله. الزيت ده من احلى الزيوت اللي انت ممكن تستخدميها. بصراحه الزيوت دي اللي هي كانت بتاعت زمان كنت بستخدمه دايما يعني من قديم الازل، فحلوين جدا بصراحه. تقدري تجيبيه وسعره بيبقى قليل قوي، يعني ده عامل 70 او كنت اقول لكم 60. حلو جدا، هتلاقيه بالسعر ده وبيقعد معاكي فتره طويله خالص. كده بقى الفيديو بتاعنا يكون انتهى. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، ودعوا حلو في الكومنتات، واستنوني فيديو جديد. وقولوا لي ايه رايكم، عايزين الفيديو الجاي نتكلم فيه عن ايه.